الرحمن الرحيم. أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام في كل مكان. طابت أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الوطن العربي الكبير. أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا هنا نلتقي وإياكم في هذه الأمسية الكبيرة. هنا حارس المرمى ياسين بونو أحد الحراس الكبار، نعم، من يتواجد هناك وبالتحديد هنا في هذه الأمسية الكبيرة. هنا حارس المرمى ياسين في هذه الأمسية الكبيرة. هنا حارس المرمى ياسين بونو أحد الحراس الكبار، نعم، من يتواجد هناك مع فريق اشبيليا وأيضا مع المنتخب المغربي. صافرة ومنتخب المغربي لا زالت مستمرة في التسديدة، لكن بعد من حارس المرمى. نقل الآن أنس يحاول الآن لمصلحة المنتخب المغربي. الكرة الآن تعود مع سفيان مرابط، لكن إلى حارس المرمى. محاولة المرور بصورة ممتازة لا زالت مستمرة عند مشاركة للمنتخب. محاولة التقدم جانب اللاعب البديل شمالون. لاحظ الكرة الآن في منتصف الملعب. المدرب هنا المحاولة من رأسية، لكن الكرة إلى حارس المرمى. لذلك مقطوعة عادة الآن مرابط يلعبها، لا زالت مستمرة هذه الكرة. هل من هدف المحاولة؟ لكن الكرة بعد ذلك مقطوعة. الكرة بعد وليد ركراكي لاحظ الكرة والمحاولة لا زالت مستمرة. هذه خطيرة يا أنس. الشغل في أرضية الملعب أكيد للاعبي المنتخب وأيضا مع المدرب وليد في عمل في شغل. الكرة لا زالت حاضرة، المحاولة والتسديد، لكن الكرة مرت محاولة خطيرة. هل من هدف؟ المحاولة زالت قائمة في الطرف الأيسر، لكن الكرة بعد ذلك عادت مقطوعة. انطلاقة أمامية، يا سلام على الارتداد بهذه النتيجة الإيجابية. كرة مستمرة، محاولة الآن، هذه محاولة في مكان التسديد. شاهدنا خطورة ماكينة الأهداف، نعم، عبد الرزاق حمد الله. هذه خطيرة، هذه محاولة. لاحظ الكرة والمحاولة رأسية، لكن الكرة مرت بجوار قائمة. الكرة مرت والإبعاد تواجد مع فريقنا. عبد الرزاق حمد الله، عادت الكرة الآن لحكيم يلعبها نقلة أمامية، لكن الزياش يلعبها استلام الجانب اللعب. نتيجة رائعة للمنتخب المغربي وأيضا النتيجة رائعة، لكن الكرة الآن نشاهد متابعة العرضية في محاولة الابعاد من حارس المرمى ياسين. عز الدين يحاول، لا زالت قائمة الله على النقلة، لكن لا زالت مستمر. محاولة هذه خطيرة الآن في الكرة. المنتخب السعودي وأيضا المنتخب التونسي وبجانب مستضيف حارس المرمى ترابي. السلام على أشرف حكيمي، انطلاقة في الطرف الأيمن، محاولة زالت قائمة في منتصف الملعب. حكيم زياش، استلام في نقلة المنتخب المغربي في الطرف الأيمن، هذه خطيرة. هل من تسديدة؟ لكن بعد المنتخب السعودي وأيضا المنتخب القطري. لاحظ الكرة الآن عادت في منتصف الميدية، هي محاولة والكرة بعد ذلك بتتخلص بصورة ممتازة. رولت مستمرة، لا زالت قائمة الآن، لكن الكرة عادت الآن في الطرف الأيمن. المنتخب جوردي التسديدة، لكن ياسين في الموعد. ياسين في الموعد لا يزال يحاول في اللقطة الماضية، لكن الكرة الآن تعود. هي محاولة الآن للقطة الماضية مع انطلاقة اللاعب سليم أملاح. سليم أملاح ما فيها شيء في اللقطة. منتخباتنا العربية المتواجدة. لاحظ الكرة هذه خطيرة في محاولة، الله، محاولة لا زالت مستمرة. هل من رأسية؟ لكن الكرة عاد كيم زياش لعبها الكرة في الطرف الأيمن، انطلاقة أشرف حكيمي، هذه خطيرة. هل من عرضية؟ هذه الكرة لا زالت قائمة، لكن بعد ذلك الإبعاد. الكرة والمحاولة، لكن بعد من حارس المرمى لا زالت مستمرة خطيرة. أيضا المنتخب التونسي والمنتخب السعودي. لاحظ الاستلام، الله على المشاركة كأكثر منتخب عربي مع تاريخه في المونديال، واكيد الخب المغرب اللي راح يشارك الان للمرة السادسة. المنتخب المغربي، لاحظ الكرة، الله، المحاولة، الهدف الأول، الله 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 الله، الهدف الأول للمنتخب المغربي. نعم، بعد المحاولات من يدون في الشباك بداية سريعة للمنتخب. من أبرز الأسماء عبد الرزاق حمد الله اللي عاد من جديد لقائمة. نقل الآن أنس يحاول الآن لمصلحة المنتخب المغربي، لكن إلى حارس المرمى.
حاضرة المحاولة والتسديد، لكن الكرة مرت، لكن الكرة بعد ذلك عادت مقطوعة. انطلاقة أمامية، يا سلام على الارتداد. عبد الرزاق حمد الله، عادت الكرة لحكيمي يلعبها نقلة أمامية، لكن يا سلام على أشرف حكيمي. انطلاقة في الطرف الأيمن، محاولة زادت قائمة. حكيم زياش لعبها الكرة في الطرف الأيمن، انطلاقة أشرف حكيمي، هذه خطيرة، من عرضية، هذه الكرة لا زالت قائمة، لكن بعد ذلك الإبعاد، تاريخها في المونديال، واكيد على استاد الثمامة قطر تنطلق المباراة القوية والمصيرية بين منتخب المغرب وكندا اليوم الخميس الموافق الأول من ديسمبر الحالي، والتي تقام ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة لمباريات المجموعة السادسة في دور المجموعات من بطولة كأس العالم 2022. وسيلعب منتخب المغرب هذه المباراة ويتطلع للفوز لحسم بطاقة التأهل للدور 16 بعدما فاز على بلجيكا الأحد الماضي بهدفين دون رد، وتعادل في الجولة الأولى مع كرواتيا. وتنطلق المباراة في تمام الساعة 4 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، 5 مساء بتوقيت القاهرة، 6 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 7 بتوقيت الإمارات. ويتطلع منتخب المغرب لكتابة تاريخ جديد في نهائيات كأس العالم 2022 بعدما كان أول منتخب عربي وأفريقي يصعد للدور ثمن النهائي، وكان ذلك عام 1986 بمونديال المكسيك، عندما اصطدم في مجموعته بمنتخبات قوية وهي إنجلترا وبولندا والبرتغال. ووقتها تصدر منتخب المغرب ترتيب مجموعته وبلغ دور 16، ولكنه ودع المسابقة بهزيمة من ألمانيا الغربية بهدف نظيف جاء في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء. وربما يكرر التاريخ نفسه، إذ من المنتظر أن يواجه المنتخب المغربي نظيره الألماني في الدور ثمن النهائي في حال انتصار كلا المنتخبين في مباراتيهما القادمتين، أي إذا احتل أسود الأطلس صدارة المجموعة. وبات منتخب كندا من بين المنتخبات التي ودعت كأس العالم 2022، وهو سلاح ذو حدين لأسود الأطلس، لأنه سيلعب ضد منتخب لا يلعب على التأهل، ولكنه في الوقت ذاته سيلعب ضد منتخب ليس لديه ما يخسره وسيلعب دون ضغط. التشكيل المتوقع: من المنتظر أن يبدأ وليد الركراكي بنفس التشكيلة التي لعب بها المباراتين الماضيتين مع بعض التعديلات الفنية. يأتي التشكيل على النحو الآتي: وفي المقابل يأتي تشكيل كندا كالآتي: شكرا لحضراتكم ومنتظرين توقعاتكم عن نتيجة المباراة.